زمان قبل اختراع الكباري الناس كانت بتتصرف بالمتاح عندها. يعني اي شويه حجاره، اي شويه خشب مقطع كانوا بيستخدموهم علشان يعدوا فوق شويه ميه فاصله بين مكان والتاني. ومن هنا جت فكره الكباري. فكره الكوبري باختصار انك تقدر تعدي حاجز مانع وصولك للناحيه التانيه، وطبعا بيضمن لك رجوعك تاني. عشان كده الكاتب الامريكي جاكسون براون جونيور قال Never burn a bridge. You will be surprised how many times you have to cross the same river. يعني إياك أبداً تحرق كوبري، لأنك هتتفاجئ من كم المرات اللي أنت هتحتاج تعدي فيها فوق نفس النهر. وبقي مبدأ بنتعامل بيه في كل حاجة في حياتنا، وده مبدأ مفيد في حاجات كتير في الحياة، ده حقيقي. لكن في علاقتنا بربنا أعتقد محتاجين نشوف بعد تاني للموضوع ده، لأن في علاقتنا بربنا ممكن جدا يكون في كباري محتاجين نحرقها، علشان لما نحن للماضي لحاجة بطلناها، حاجة ربنا حررنا منها، ما نلاقيش بينا وبينها جسر نمشي عليه. علشان ربنا لو خرجك من أرض كنت مستعبد فيها، اتأكد إنه مش عايزك ترجع للأرض دي تاني، وكمان مش عايز عدوك يعرف يوصلك. ولو شايف إن قرار حرق الكباري ده قرار عنيف شوية، تعال أقولك بولس الرسول بيقول إيه: أنا لست أحسب نفسي أني قد أدركت، ولكني أفعل شيئا واحدا، إذ أنا أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام. يعني لازم تنسى ما هو وراء الأول عشان تعرف تمتد إلى ما هو قدام. وده اللي قاله كمان أشعيا النبي: لا تذكروا الأوليات والقديمات لا تتأملوا بها. ليه يا أشعيا؟ عشان ربنا بيقول كده: ها أنا ذا صانع أمرا جديدا. وربنا مش بيخلط جديد بقديم. فأنا عايز أشجعك النهاردة تراجع حياتك، تشوف إيه الكباري اللي في حياتك اللي ممكن تكون محتاجة تتحرق، وصلي واطلب من ربنا يساعدك إنك فعلا تحرقها وتتخلص منها. وصدقني طريقة من الطرق اللي احنا بنعلن بيها لله عن استعدادنا لاستكمال الرحلة معاه وإننا ملتزمين مش مربوطين باللي فات هي إننا نحرق الكوبري.